السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل لانش بوكس ايه يا ترى؟ فكروا كده معايا. واو، بطاطس وبانيه. هنعمل بانيه مقرمش النهاردة. جبت عيش فينو بالسمسم، العيال بيحبوه بالسمسم. وحمرت طبعا البانيه، احنا عارفين كلنا بنحمره ازاي وكده. وجبت حمرت شوية بطاطس وكده، وقطعت العيش الفينو نصين، وحطيت فيه البانيه. بانيه مقرمش وجميل، لسه طالع دلوقتي ولسه سخن زي ما انتوا شايفين كده. بحضر لانش بوكس بنتي عشان تروح مدرستها، وهعمل لها ساندوتش كمان، واحط لها واحدة بانيه كده على جنب كده عشان لو وقعت او حاجة، وبحط لها واحد ساندوتش كمان بطاطس. بحب احط كذا حاجة علشان لو هي مش بتحب مثلا ده تاكل ده كده. هما ساعات بيطلبوا الحاجة وبعد كده يقولوا لا مش عاوزينها، فبقيت محتارة معاهم بصراحة. وانتوا كمان قولولي على افكار لانش بوكس في الكومنتات، ونعملها مع بعض ان شاء الله باذن الله. كده عملت لها سندوتشين بانيه، وحطيت لها شوية بطاطس على جنب كده. وحطيت لها حتة بانيه برضو التاني عشان هي بتقعد كتير قوي في المدرسة يا عيني. فحبيت يعني مش عايزة اخليها تحس برضو بالجوع وكده. وطبعا قطعت الخيار شرايح كده طويلة تبقى كويسة مع البانيه. وقفلت اللانش بوكس زي ما انتوا شايفين اهو. كده اللانش بوكس بقى جاهز بتاع بنتي حبيبتي، بالهنا يرب على قلبها. والتانية برضو طلعت لها اللانش بوكس بتاعها، وهي ما بتحبش البانيه يبقى في سندوتشات، بحب تاكله كده لوحده، فبحط لها من غير سندوتشات. وبحط لها برضو ما بتحبش هي تاكل اي سندوتشات معاها، فبحط لها بقى البانيه لوحده وبطاطس لوحدها، وهي تنقنق بقى مع نفسها. حلوه تنقنق دي. وطبعا جبت التوست، عيش التوست، وحطيت عليه مربى. دي كانت مربى فراوله او توت، مش فاكره بصراحه، فراوله او توت. اه وحطيت قطعت شريحة التوست وحطيتها على نصين يعني على بعضهم زي ما انتوا شايفين كده. شكل البانيه جميل قوي وتحفة، والبطاطس متحمرة كمان وجميلة. وحط لها كمان البهارات اللي هي بتحبها. البهارات دي طبعا بجيبها من عند العطار. بتقولوا لي عايزه بهارات البطاطس، تبقى شكلها حلو كده، لونه كيس لونه اخضر كده، مش فاكره حتى اسمه ايه، بس هبقى اوريهولكم في مره ان شاء الله باذن الله. وحطيت طبعا سندوتش التوست ده، عيش التوست ده حطيته على جنب كده في كيس علشان ما يبقاش ما يتخلطش يعني على بعضه وكده. وادي الخيار. وكده اللانش بوكس بتاع بنتي التانية كده جاهز. يلا كده ابتدي اصحيهم بقى علشان نلحق المدرسه. قولولنا على افكار لانش بوكس عشان انا خلاص ما بقتش عارفه اعمل لهم وهم كمان باحوال، يعني مره يقولوا عايزين ده ومره يقولوا لا مش عاوزينه. فالعيال بصراحه صعبه جدا، مش عارفه اعمل ايه معاهم والله. يا رب اللانش بوكس النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. هعمل لكم فيديوهات جديده او هتعجبكم ان شاء الله باذن الله. هتوحشوني الفيديو اللي جاي. في رعايه الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.